زيزو في السيرك. امبارح ماما أخدت زيزو وراحوا السيرك، وهناك شافوا المهرجين بيلعبوا ب3 كور في نفس الوقت، ومنهم اللي كان بيعمل كده وهو ماشي على الحبل. العرض كان حلو قوي، وزيزو كان شايف إنهم شاطرين جدا لدرجة إنه قرر يتعلم يلعب زيهم. وفعلا النهاردة الصبح جاب 3 كور وقعد يحاول يلعب بيهم من غير ما يقعوا على الأرض، بس ما كانش عارف خالص. الكور كانت عمالة تقع منه وهو تعب وزهق وقرر يستسلم. ممكن تتناقش معانا في التعليقات على الفيديو، وممكن تفكر مع ماما أو بابا أو أي حد بتحبه وبتتفرج معاه على القصة دي. تفتكر ليه زيزو مش عارف يلعب اللعبة دي؟ إيه اللي ممكن يعمله عشان تبقى أسهل؟ ممكن يقول إيه لنفسه عشان يفضل يحاول وما يستسلمش؟ تعالى نكتب سوا كام جملة إيجابية من اللي ممكن زيزو يستعملهم عشان يفضل يحاول. احكي لنا عن حاجة صعبة حصلت لك وما استسلمتش قدامها، عملت إيه ساعتها؟ لو قدامك مهمة كبيرة قوي ممكن تعمل إيه؟ تعالى نكتب لستة بالحاجات اللي ممكن زيزو يعملها عشان يتعلم مهارة جديدة. إيه رأيك تبص عليها وترسم دايرة حوالين الأفكار اللي ممكن تساعدك أنت كمان؟ هستنى حكاياتكم في التعليقات، واستنونا في قصة جديدة من يوميات زيزو.